فيديو وصل لنا من أعلى قمة في سد النهضة، يوريك الملء الرابع وصل لفين. واللي بالمناسبة في هذا الأسبوع سينتهي الملء الرابع لسد النهضة، في الوقت اللي لسه إعلامي السيسي بيبيع لك الوهم بأن مصر داخلة مفاوضات جديدة في سد النهضة، وأصلا إثيوبيا خلاص هي اوريدي انتهت من بناء سد النهضة، اوريدي الملء الرابع انتهى، فخلاص هو بس اثيوبيا ماشيه معانا بمبدا ايه؟ يلا وبنسلي بعضنا شويه في الوقت كده لغايه ما الدنيا تخلص على كده، وسد النهضه اصبح امرا واقعا على قفا الشعب المصري. قبل ما اعرض لك الفيديو اللي وصل لنا من اعلى قمه في سد النهضه، تعالى بس اوريك شويه تصريحات لعبد الفتاح السيسي مهمين جدا ويخصوك انت كمواطن في موضوع بيع الوهم برضه للشعب المصري. امبارح علشان عبد الفتاح السيسي عارف ان هو قاعد مع شويه قراضيش، وقاعد ورا منه شويه مطبلاتيه، اي حاجه بيقولها بيسقفوا له، وعارف ان محدش بيحاسبه ولا حد بيعد وراه، وعارف ان ده اعلام مركوب، وعارف ان ده مفيش معارضه كلهم كراتين في مصر، وعارف ان ده وضع في مصر كده وكانها دوله زي ما هو شاور عليها وقال لك شبه دوله. امبارح عبد الفتاح السيسي خرج وقال لك احنا هنستصلح 4 مليون فدان. شايف الخبر الجميل اللي امام حضرتك ده؟ 4 مليون فدان، جميل جدا، شيء رائع، شيء جميل. بس السؤال، احنا لو هنستصلح 4 مليون فدان يكلفوا مصر قد ايه؟ يكلفوا، اجاوبك انا ولا ممكن ما تصدقنيش؟ طبعا يا اخواني عامل متآمر، صح؟ طيب جميل. نخلي عبد الفتاح السيسي يقول لك انت يا مواطن ال4 مليون فدان يكلفوا الدولة قد ايه؟ عشان تزرع المليون فدان دول يعني 35 مليار دولار، يعني يكلفوا الدولة 120 مليار دولار. سيسي قال لك المليون فدان ب 30 مليار دولار، جميل جدا. 4 في 30 120 مليار دولار. بالله عليك، الدولة اللي بتاخد قروض من الإمارات، قرض من الإمارات اللي هي إمارات صحراوية ما عندهاش نهر نيل ولا عندها الأرض الخصبة اللي عندنا، بناخد قرض من الإمارات عشان نشتري قمح. هذه الدولة لها القدرة على إحضار 120 مليار دولار لاستصلاح الأراضي؟ بيع وهم. ده هو بيبيع لك الوهم. والحقيقة في ناس بتشتري الوهم من السيسي، في ناس لغاية دلوقتي بتشتري الوهم من السيسي. هتقول لي وهم ازاي؟ هقول لك فين مشروع المليون فدان اللي عمله وقال لك في 2014 و2015 هيعمل مشروع مليون فدان، فين هو؟ مفيش الكلام ده. فدادين مين يا عم انت؟ صلى على النبي، انتوا مين؟ انتوا بعد 10 سنين قال لك كل ورق شجره. طيب فين مشروع؟ الخبر امام حضرتك اهو. فين ده خبر المليون فدان. عدينا وفتره وشويه وقال لك هنعمل 3 مليون فدان، اديله 3 ونص، 4 مليون فدان، 5 مليون فدان، على اون على بند على حلال عليك. فين الكلام ده كله؟ مفيش الكلام ده. احنا يا جماعه لو بنزرع كميه الفدادين دي او كميه الفدادين دي بجد تم استصلاحها، ما كناش رحنا لمرحله ان احنا الان بنشتري قمح من الامارات اللي هو اوريدي اصلا مزروع على ارض مصريه. اشترت الامارات الفدان ب 50 جنيه. الفدان الارض مش ايجار، لا شراء، ب 50 جنيه. تبيع لنا السنبله ب 50 جنيه دلوقتي. تخيل انت بس احنا رايحين لوضع فين مع الحكم العسكري. الحكم العسكري آفة أي مجتمع. الحكم العسكري، الحكم العسكري بيحكم أي دولة ما بتبقاش دولة، بتبقى شبه دولة زي ما قال عنها السيسي. هي لما السيسي قال عنها شبه دولة كان مين اللي بيحكم؟ العسكر. وقبل العسكر عسكر، وقبل العسكر عسكر، لغايه ما ترجع لعبد الناصر. سيبك من سنه مرسي، سيبك من سنه مرسي اللي ما اصلا ما عرفش ما كانش بيحكم. مرسي نزل قدام منه 3000 مظاهره، ما كانش بيحكم. سنه شايلته مرسي العلمه. طب والسيسي بقى له 10 سنين ما بنشيلوش حاجه. ففكره هنحضر منين ال 120 مليار دولار لاستصلاح ال 4 مليون فدان؟ طب فين الفدادين اللي زرعناها قبل كده؟ راحت فين؟ احنا دوله ما عندناش اكتفاء ذاتي يا جماعه من اهم سلعتين في مصر، القمح والرز، اللي اي اكله مصريه اما فيها عيش واما فيها رز. احنا ما عندناش اكتفاء ذاتي من اهم سلعتين، فهنستصلح 4 مليون فدان ب 120 مليار دولار. هنجيب ال 120 مليار دولار منين؟ ده احنا كل اللي موجودين في خزينه الدوله باعتراف البنك المركزي واعلام الهيلا هوبا بتاع عبد الفتاح السيسي والخبر من حضرتك 34 وشويه مليار دولار، منهم 28 مليار دولار ودائع الخليج اصلا. يعني احنا عندنا 6 مليار دولار، ال 6 مليار دولار دول كلهم سندات واذون خزانه، والودائع الناس حطتها عشان الشهادات والفايده. يعني احنا اصلا الطبيعي ما عندناش دولار. لو الناس سحبت شهاداتها، ودي دوله وبتدي فلوس الناس، لو الناس سحبت دولاراتها والخليج سحب ودائعه، البنك المركزي ما فيهوش دولار.
فاحنا هنحضر منين 120 مليار دولار لاستصلاح 4 مليون فدان؟ طيب حضرناهم جميل جدا، هنرويهم منين؟ هتروي ال 4 مليون فدان دول منين؟ يا جماعه وزير الري في الخبر اللي امام حضرتك بيقول لك احنا خلاص داخلين مرحله الشح المائي. ايه ده يا الله؟ يعني احنا عدينا الفقر المائي؟ يا ابني احنا عديناه من زمان، احنا في ليفل الشح المائي. ده وزير الري يا جماعه، الخبر امام حضرتك ده وزير الري، ده وزير الري المصري. احنا في مرحله الشح المائي. مبروك عليك، مبروك عليك، رائع جدا. عملت بقى مع اثيوبيا في ال10 سنوات على نهر النيل علشان خاطر تزرع ال 4 مليون فدان و3 مليون فدان و2 مليون. اديله عمال اديله فدادين، اديله. فين الفدادين دي؟ فين الفدادين دي اللي بتعود على الشعب المصري؟ لا شيء. يروح يتصور لك في توشكا، يروح يتصور لك في النوبريه اللي هي اغلب الاراضي في توشكا والنوبريه والصالحيه، والخبر امام حضرتك تاني قال له والله تاني الخبر امام حضرتك اغلب الاراضي الزراعيه دي اشتريتها الامارات، اشتريتها الامارات. يعني احنا يا جماعه الامارات بتاكلنا، احنا ليه هنلف المواضيع؟ الخبر امام حضرتك اهو، قال لك الامارات مش عارف ايه بتعمل ايه لمصر، 5 سنين قمح لقدام. الامارات اخواتنا وحبايبنا والله، بس الامارات اللي ما عندهاش قيراط ارض خصب، ومصر اللي بطول نهر النيل اراضي خصبه ما عندناش قمح. قال لك والله ما عندنا، حظك كده، انت حظك كده. جبنا بقى ال 4 مليار، حضرنا ال 120 مليار دولار، وده لا يمكن السيسي يعملها، مستحيل. وعملنا ال 4 مليون فدان. هنرويهم منين؟ هترد تقول لي من محطات التحليه اللي السيسي بيعمل. السيسي عمل محطات التحليه للشعب المصري عشان يشرب ميه. هنرموهم منين؟ من نهر النيل اللي اثيوبيا خلاص انتهت من الملء الرابع. ده فيديو من اعلى قمه لسد النهضه. شوف حجم الميه اللي خزنتها اثيوبيا كام. احنا فين كدوله، كنظام، كشعب المصري من الاسكندريه لاسوان، من رفح لمطروح؟ حد بيسال عن سد النهضه؟ سيسي لما خرج بيان بتاع ال 4 مليون فدان ده، حد قال له ال 4 مليون فدان هترموهم منين؟ هتعملهم فين؟ حد قال له طب ال 2 مليون فدان اللي قبل كده اللي انت قلت عليهم فين؟ حد قال له طب ال 3 مليون فدان اللي قلت عليهم قبل كده راحوا فين؟ حد قال له طب المليون فدان اللي قلت عليها قبل كده راح فين؟ الرقعه الزراعيه اللي السيسي بيتكلم عنها دي لو عملناها بجد ما كناش دلوقتي يا جماعه احنا بنروح للاشقاء الاماراتيين ربنا يبارك فيهم وبكل فخر وكبرياء كده تقولها، تحيا الاشقاء في الامارات، هم دلوقتي اللي بياكلوا الشعب المصري قمح. لو احنا بنزرع المساحات دي كلها هنروح للامارات ونقول لهم هدونا قمح. احنا في وضع لطيف جدا، لطيف جدا. اثيوبيا بتقول لك اعمل مبادئ، خلاص خلص شكرا. وزير الري يقول لك شح مائي. الفيديو حضرتك شفته، الميه خلاص اثيوبيا انتهت من الملء الرابع. شفت حجم الميه قد انا بكلمك، كل فيديو بيعرض امام حضرتك. مين من الشعب، مين من الاعلام المصري، الاعلام المصري الوطني، احمد موسى وعمرو اديب ونشأة الديهي ولبيس الحديدي ومحمد، الوطنيين اللي انصار السيسي بيحبوا يتفرجوا عليهم، شايفين هؤلاء الوطنيين، حد فيهم عرض لحضراتكم الفيديو ده؟ حد فيهم عرض لحضراتكم الفيديو ده ووراك مرحله الملء اللي سد النهضه وصلت لفين؟ واحنا لسه في المفاوضات. مفاوضات ايه؟ خلاص الموضوع خلص، الموضوع خلص شكرا. النهارده منوط بالجيش المصري بقى يروح يحمي سد النهضه. ليه؟ علشان ما نروحش لمرحله ان سد النهضه يكون حاجه كده موجهه ناحيه مصر. اذا فكرنا في يوم من الايام نكلم خوالي السيسي في اسرائيل ولا نعمل اي لقطه معاهم، سد النهضه ده كفيل يخلي لك ما بقاش فيها سودان وما بقاش فيها نص جمهوريه مصر العربيه، او حتى يقفل لك المحبس وما بقاش فيها ميه. عايزين نشرب فتضطر تخضع لاسرائيل في قراراتها، وانت عارف ان اثيوبيا في ركاب اسرائيل. هو ده الوضع في مصر، ولا 4 مليون فدان، ولا كلها مجرد بيع وهم للشعب المصري زي مفاوضات سد النهضه، ما هي الا بيع وهم للشعب المصري. وال10 سنين اللي فاتوا يغنوا عن اي كلام. شوف وضعك كان ايه وبقى ايه. سلام عليكم.